بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. زي ما احنا شايفين كده النهارده حلقتنا هنعمل حاجه في ناس بتحبها قوي بصراحه، وفي ناس ما بتحبهاش خالص، بس انا من الناس اللي بيحب ياكلها. دي زي ما احنا شايفين كده كرشه. انا جايبه كيلو بقى، وهبدا دي قطعه كده فيه عايزه ايه تتفتح فيها حته تخين، هبدا افتحها كده بالراحه. عايزه اقول لكم ان انا شاريه الكيلو بكام؟ ب80 جنيه، والراجل واخد 5 جنيه على تنظيف الكيلو. طبعا يا بلاش شراية العبد ولا تربيته زي ما بيقولوا. هبدا اقطعها بقى حتت كده قد الكف. بس عايزه اقولك معلومه حلوه، وانت بتشتري الكرشه اوعي تشتري الكرشه المتنضفه جاهزه، لازم تبقى قدامك كده متعلقه بحالها كده، والراجل ينضفها لك بميه سخنه والسكينه يجردها كده يلمعها ويخليها بيضه زي القشطه كده. لانك انت لو جبتيها متنضفه جاهزه، في ناس بتنضفها بمواد كيماويه، ودي بتبقى خطر جدا في الاكل. انا حاطه ميه طبعا على النار علشان تغلي، وزي ما انتم شايفين كده الميه خلاص اي ما تغلي هحط بقى ايه قطع الكرشه فيها، تاخد لها 5 دقايق كده على النار تغلي في الميه، بحيث ان الريحه بتاعت الكرشه تبدا تروح كده. خلاص سبتها على النار 5 دقايق، بقى هطلع الكرشه كده وهبدا اطلعها. بعد كده هشطفها واحط لها ميه من جديد تاني علشان ابدا اسلقها. انا طبعا عامله حلقه قبل كده ازاي تنضفي الكرش عشان لو ذابحه في البيت ومش هتعرفي طبعا توديها بره، ازاي تنضفيها طريقه كويسه جدا بحيث تنضفي الكرشه من غير اي مجهود وتنضف معاكي في ثواني. وعامله كمان طاجن الكرشه، عايزه اقول لكم كان تحفه برضه. هسيب لكم اللينك بتاعه تحت في صندوق الوصف، هو حلقه تنظيف الكرشه، لان التنظيف ده مهم جدا للكرشه. هشطفها بقى وارجع لكم تاني. طبعا انا شطفتها وحطيت ميه على النار تغلي زي ما احنا شايفين كده، وهبدا اسلق الكرشه فيها. بس اول حاجه احط فيها زي ما احنا شايفين كده فلفل اسمر، ورق لوري، كام فص توم، حبهان، وطبعا القرنفل الاساسي لما نيجي نسلق الكرشه، وبصلتين، وزي ما احنا شايفين طماطم. وهسيبها بقى هحطها واسيبها تتسلق كده. بقى رجعت لكم بعد ما سلقت الكرشه زي ما احنا شايفين كده، وهبدا اقطعها بعد كده شرايح. طبعا هو مفيش غير احنا فردين بس اللي هناكل كرش، علشان كده انا جايبه كيلو. لكن انتوا لو مجموعه الكيلو مش هيقضي خالص، لانها بعد ما بتتسلق بتحس انها كشت شويه. وعايزه اقول لكم معلومه تانية، الكرشه بالذات والحلويات لازم تجيبوها من حد مضمون علشان ما تاخدش معاكوا سوا. يعني انا قعدت معايا على النار تقريبا ساعه. يا ريت الناس بقى اللي بيحبوا الكرشه كده زي يعملوا لي لايك وشير للحلقه، ولو اول مره يشوفوا القناه يا ريت يعملوا اشتراك ويفعلوا علامه الجرس علشان يوصلهم كل الفيديوهات. بعد كده هجيب كام فص توم وابدا اعملهم بالهراسه بتاعه التوم. طبعا على النار انا حطيت الطاسه وقطعه زبده واحده بس، مكعب صغير كده وشويه زيت، ونزلت بالكرش على طول في الطاسه علشان اشوحها فيهم. طبعا هحط الفلفل الاسمر زي ما احنا شايفين كده، واحط كمان معلقه توم، وهحط شويه كزبره، وهضيف كمان بعد كده رشه ملح، وفلفل اخضر زي ما احنا شايفين كده، وهبدا اشوحهم بقى كده ايه في الزبده. عايزه اقول لكم احلى كرشه تاكلوها بطريقه خفيفه هي الطريقه دي، ما فيهاش بقى لا تسبيكه ولا بصل ولا اي حاجه من دي، بس كم فص توم وشويه الملح والفلفل الاسمر بس كده، مع شويه فلفل اخضر بيتحطوا في النهايه عشان يفضلوا محتفظين باللون الاخضر بتاعهم الجميل. وبعد ما قلبتهم مع بعض على النار كده شويه، هحطهم بقى في طبق التقديم زي ما احنا شايفين. طبعا انا عاملاها مع لحمه راس، وعامله جنبيها كبده. كده الكميات زي ما انا قلت لكم الكيلو ده يقضي فردين ويقضي فرد واحد لو واحد اكيل قوي. عايزه اقول لكم الطريقه بسيطه وسهله. اتمنى في نهايه الحلقه ان تكون الحلقه عجبتكم، وزي ما قلت لكم في نص الفيديو
لو الفيديو عجبكم اعملوا له لايك وشير، ولو اول مره تشوفوا القناه يا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا علامه الجرس علشان يوصلكم كل الفيديوهات. وهسيب لكم تحت اللينك بتاع تنظيف الكرشه واللينك بتاع طاجن الكرشه في الفرن. عايزه اقول لكم برضو كان تحفه جدا، بس الطريقه دي خفيفه عشان في ناس ما بتحبش الحاجات الدسمه، او بمعنى اصح اللي فيها تسبيكات علشان بيكون عندها مشاكل صحيه. طريقه مضمونه ونظيفه وسهله 100%. وعايزه اقول لكل محبين الكرشه زي اتفضلوا معايا وبألف هنا وشفا.